السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من العلمانيين في بلدنا بينسبوا فشل السودان وعدم تطوره للنظام الإسلامي، وإنه هو اللي أدى لوقوع عقوبات على السودان جعلت من إنه السودان قابع في الفقر وعدم التطور. عشان كده بقول لك عشان الأمم تنهض والدول تنهض لابد نحن نفصل الدين عن شنو؟ عن الدولة. طيب قبل ما نجي نشوف هل كلامهم ده صح في إنه الدولة السودانية اللي يرفع عنها العقوبات حتى تنهض، نشوف ذات العقوبات الفرضت الدول العلمانية دي شو؟ هل العلمانية عادلة زي ما هم بيقولوا ولا هي اساس الظلم والجور؟ قالوا عشان يرفعوا عننا العقوبات لابد نوقع على اتفاقيه سيداو. طيب الولايات المتحده موقع على اتفاقيه سيداو؟ لا. طيب ليه ما فرضوا على عقوبات؟ لا، يقول لك لانه اصلا العقوبات دي فرضوها بسبب الارهاب، والسودان كان فيه ناس ارهابيين وكده وفجروا برج التجاره وقتلوا الناس. نعرف انه برج التجاره فجرتهم امريكا، وبتلقى المصدر بتاع الفيديو تحت. اعرف انه اسرائيل الان بتقتل في الفلسطينيين وما في زول عاقبه. انت لاقاك زول عاقب اسرائيل ولا فرض عليه عقوبات؟ الان النظام السوري بيقتل في المسلمين في سوريا، في زول فرض عليه عقوبات؟ ما في. اذا الدوله السودانيه الفرض عليها العقوبات العلمانيه كلها جور وظلم. لكن هل نحن محتاجين عشان ننهض انه نرفع العقوبات؟ خليكم قراب. طيب يا شباب، لابد اول حاجه نفهمها انه الدين الاسلامي علمنا انه النهضه والتطور اسباب عامه. يعني شنو؟ يعني اي زول ياخذ باسباب النهضه والتطور حتى لو كان كافر بيتطور، ولو ما اخذ بها حتى لو كان مسلم ما شنو؟ ما بيتطور. يعني اسباب التطور والنهضه ما عندها علاقه بدين شنو؟ الزول. الاسلام امرنا انه نحن نسعى في النهضه والتطور بالوسائل شنو؟ الشرعيه. عشان لابد يفهم العلمانيين انه ديننا اصلا ما منعنا من شنو؟ من التطور، بل قال لنا اخذوا باسبابه. واسباب التطور انه نحن نستغل الموارد اللي في بلدنا صح. يعني نحن عندنا موارد زراعيه لو استثمرناها صح. انت عارف الموارد الزراعيه في السودان او المساحات الزراعيه لو زرعناها برسيم بس الناتج بتاعها بيكون 272 مليار. الصمغ العربي ان احنا بنستغل منه 10% في السودان، لو استغلنا الكميه بتاعت 100% حيكون مليار و200 عايدوا للسنه في السودان. يعني نحن اشكالنا انه مفروض نستثمر مواردنا صح. كيف؟ بانه يكون في قياده رشيده، في اداره صحيحه، في محاربه لشنو؟ للفساد. وده كله جابه الاسلام وعلمنا له شنو؟ الاسلام. عشان تعرف انه العلماني لا من يدندي في انه الاسلام سبب التخلف بس لانه ما بيفهم، ما عرف الاسلام صح وما فهم الاسلام شنو؟ صح. الموارد السودانيه دي الليله بدل الناس الجوب العلمانيه يستغلوها، هم اللي علمونا زمان. قالوا لنا يا اخي طبعا الفساد ده الحاصل ده لانه الناس دي رفعت الاسلام والاسلام هو اللي اخرنا. طيب انت جيت عشان تستغل الموارد صح؟ استغلها. طيب هم عملوا شنو؟ إلغاء قانون الردة، تجريم قانون الدعارة، ما عارف. يعني فهمهم كله نسوان كويس وكفر وزندقة. لا مشوا استغلوا موارد زراعية ولا ذهب ولا صمغ عربي ولا غيره. يعني أنا كزول بفهم زول يقول لي إنه الناس دي أفسدوا الاقتصاد لأنهم متدينين. مفروض أنت كزول ما متدين تجي تحيي شنو؟ الاقتصاد، لكن ما تعدي علي الزي الفاضي والبنات يعملوا الدايرين. ده ما موضوع أنت أصلا جيت له. لكن لابد للشعب السوداني يفهم إنه الناس دي ما دار يستغلوا الموارد السودانية صح وينفعوا الشعب، لأنه هم قالوا كده ولا دار يخلوا دين الشعب. أريتوا لو خلوا لنا ديننا وجعانين كان أهون، صح ولا لا؟ لكن عدم دين وجوع والله دي مشكلة. يطعن في الدين ويبرر للرذيلة والفاحشة ويجي يقول لك نحن عشان ننهض لابد نرفع العقوبات الأمريكية. يا أخي نحن عشان ننهض المفروض نكون مسلمين مطبقين للإسلام صح وناخذ بأسباب النهضة الكونية. السلام عليكم.